تدرون مسعود العمارتلي هو أول فنانة عراقية تعلن تحولها إلى رجل؟ مسعود العمارتلي هو امرأة من سكنة الكحلاء في محافظة نيسان، تمتلك صوت جميل جدا، لكن بسبب الطابع العشائر القبلي في مدينة العمارة ما قدرت تواجه مجتمعها الريفي وتعلن عن انه هي فنان، عندهم هذا عيب وخطأ وجريمة، فقررت تتحول الى رجل، لبست الزي العربي الشماغ والعقال وحولت اسمها من مسعودة الى مسعود، وبمساعدة شقيقتها سافرت الى مركز مدينة نيسان وبعدها الى بغداد وبلشت تسجل اغانيها، واصبحت واحدة من اشهر واهم الفنانين العراقيين في اربعينات القرن الماضي. تعتقدون في مجتمعنا هذا المرأة صاحبة الصوت الجميل هم لازم تتحول لرجل حتى تظهر موهبتها وتغني؟